انتوا سامعين ليونا شو اسم الرقيه؟ طلعت انا وليونا البارحه بالليل حتى نشتري عصير، اشتريت لها هذا القلاص الزبيب، ورا ما خلصتها ما شمرته بالشارع. ليش؟ لان ليونا تحب النظافه، خلت هذا القلاص بالدراجه وقالت لي بابا من نوصل للبيت احطه بالحاويه. وهنا فتحنا الحاويه تكرمون وذبينا القلاص. نصيحه لله علموا اطفالكم لا يذبون الزباله بالشارع حتى نحافظ على نظافه شوارعنا. طلعت الدراجه مالتي وراح نروح انا وياها نتسوق، واهم شغله لازم نلبس الشفقات حتى تحمينا من اشعه الشمس. وصلنا لابو الفرن وليونا قالت لي الا بابا انا اعطيني فلوس. اشترينا الصمونات ورحنا على البقال حتى نشتري كم شغله. اشتريت هذا الماعون التمر، اتحداكم تعرفون شنو نوعيته. طبعا ليونا تسمى الرقيه نقيه، بابا اريد نقيه، وقفلت عليها الا هسه نفتحها ونشوفها حمراء لو لا. اتحداكم تعرفون الرقيه حمراء لو بيضاء. بدون ما تقدمون الفيديو كتبوا لي هسه بالتعليقات. اتحدى اكبر واحد بالعراق يكتب لي بالتعليقات يقول لي انا ما احب الرقي. طبعا اكثر شغلتين بالعالم احب الرقي والبطيخ، بس بالدرجه الاولى احب الرقي لان طعمه كلش حلو بمي هواي، واحلى شيء اذا كانت الرقيه كلش بارده وياها خبزات حارات. يا ابويا لايك وتعليق واكسبلور، واذا قدرتوا سووا لي اضافه. وهذين الاشياء اذا سويتون شجعوني حتى انشر لكم مقاطع فيديو يوميا.